يا صباح الفل، ده يوم من ايام سنة اولى جواز. اليوم النهاردة بقى فيه تفاصيل كتير قوي وعايزة اعمل حاجات كتير، فتعالوا خدكم معايا بقى في يومي النهاردة واقول لكم عملت ايه. اول حاجة طبعا اول ما صحيت كده روقت الدنيا وفتحت الشبابيك وبدأت احضر فطار كده بسيط وعملت جنبه ايس كوفي. فطرت بقى وبعد كده جهزت لمعركة البيت. طلعت الاول الاكل اللي انا هعمله النهاردة، هعمل كبدة اسكندراني. بعد كده بقى كان عندي شوية غسيل عايزين يتطبقوا، طبقتهم ورجعتهم مكانهم تاني للدولاب. وكنت عايزة انزل بقى اشتري شوية حاجات كده من السوق ومن السوبر ماركت، فلبست ونزلت. واول ما نزلت الشارع بقى لقيت حفلة الكلاب دي كده بقى قدام الشارع، اللي هو ورينا هتعدي ازاي. المهم الحمد لله عديت على خير ونزلت السوق بقى كده، اشتريت بقى كل الحاجات اللي انا عايزاها. الجو الحمد لله ما كانش حر قوي، كان في شمس بس في نسمة هوا كده لطيفة. دخلت كمان عند العطار اشتريت الحاجات اللي انا عايزاها، روحت بقى البيت ودي كل الحاجات اللي انا جبتها. طبعا المطبخ يضرب يقلب، سبت كل حاجة بصراحة وبدأت احضر في الغدا. حطيت شوية زيت تومة وكزبرة وكمون وملح وبدأت اشوح فيهم. بعد كده قطعت الفلفل ونزلت بقى بالكبدة لما الزيت سخن وقلبتها كده تقليبة. واول ما بتغير لونها ببتدي احط عليها الفلفل واقلبها كده كام تقليبة 10 دقايق وبطفي عليها وبحط عليها شوية خل. جهزت بقى السندوتشات الحمد لله، قطعت جنبها كده ليمون وكمان عملت جنبها سلطة طحينة كده بسيطة، وطلعت شوية من المخلل واتغدينا الحمد لله والاكل كان تحفة. بعد الغدا بصراحة بقى كنت مصدعة قوي، فقلت انام شوية يمكن الصداع يروح. وصحيت والصداع ما راحش طبعا. قمت بقى على المفاجأة دي، مواعين في الحوض طبعا عايزة تتغسل، والحاجات اللي انا ما فضيتهاش بقى اللي هو عامله لي مفاجأة كده في المطبخ. فبدأت بقى ألم الدنيا واروق الدنيا كده، غسلت المواعين. بعد كده بقى غسلت الرخامة وبالحوض كده وشطفتها ونضفتها وظبطت الدنيا كده. وعايزة اقول لكم بقى البتاعة دي خطيرة بجد، بتلم اي حاجة من على الرخامة. كمان مسحت البوتاجاز، ما كانش مبهدل قوي، مسحته بس بوايبس الدهون، وبجد وايبس الدهون بيوفر عليا جدا وبيلمع البوتاجاز في ثواني. بدأت بقى افضي الحاجات اللي انا جبتها. فضيت كده المكرونات، وانا اكتر نوع مكرونة بحبه بجد هو المكرونة الاسباجيتي. فضيت المكرونات بقى ورجعتها مكانها تاني للدولاب. وكمان نضفت الخضرة وحطيتها كده في كيس بلاستيك. وحطيت الطماطم كده ورجعتهم بقى مكانهم للتلاجة. كنت جايبة كمان جرجير فنقعته في مية كده وخل، نضفته كويس وصفيته وحطيته في علبة وحطيته في التلاجة. كنت عايزة بقى انضف الغسالة، نضفت الاول الفلتر بتاعها، انا بنضفها كل اسبوع فلقيت حبة كده في الفلتر نضفتهم. وعملت لها دورة تنظيف كده بالمستك الاورنج ده، غناني بصراحة عن الخل والكربوناتو، ونضفها حلوة قوي. بعد كده بقى طبعا كان لازم اشغل عود بخور كده علشان الشقة كلها تتعطر ويبقى ريحتها حلوة. فشغلت عود بخور كده، وكان عندي بقى شوية ازايز كده في المطبخ عايزة تتملى، فقلت املاها بالمرة وادخلها التلاجة وبس كده يكون يومي خلص الحمد لله. استنوا